واشراقت شمس الكواكب، واشراقت شمس الكواكب، وحجارات قبله يا عريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنحدثكم عن الأعراس في اليمن وما يحدث فيها من بذخ وإسراف واختراعات ما أنزل الله بها من سلطان، وكل واحد يشتي يكون أحلى واحد. يعني الإسراف والتبذير لم يكن مقتصرا على المغتربين في أمريكا كما ذكرنا في الحلقة السابقة. عاد إحنا نقول يلا معهم فلوس. المشكلة لما تشوف مراسم الأعراس داخل اليمن ما تصدق إنك في اليمن. الشعب الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر، الشعب العايش بدون رواتب. يا جماعة كان زمان العرس يومين، يوم الغسل ويوم العرس، وصلى الله وبارك. الآن مراسم وأيام عد لك عد. العريس أول شيء يعملوا له جلسة تصوير، يوم كامل يلفوا به شوارع المدينة ويلبسوه ويرقصوه ويسرحوه ويرقعوه، وهذا كله بفلوس ومبالغ وقدرها مش بلاش. وحتى دعوة العرس شغلتها شغلة. كان زمان نخلي صغار السن اللي نسميهم جهال يعزموه للحارة، ولما كان في تلفون نستخدم التلفون. الآن الدعوة أصبحت إلكترونية، فيلم يحكي قصة حياة العريس أو العروسة أو كلاهما. هذا إذا لم تكن تحفة فنية ما تسقط ترحب مكان إلا أنك تعلقها فوق الجدار أو تضعها في الخزنة، وهذا كله أيضا بمبالغ وقدرها. أما الصالات وما أدراك ما الصالات، صالات ولا بالأحلام. والله ما تصدق أنك في اليمن. في صالات يدفعوا فيها 5 مليون وفي 10 مليون وفي 20 مليون. الفقير 500-300 ألف. والألعاب النارية تحتاج لها ميزانية أيضا، بعضهم يشتري ب1,000,000 والفقير 100,000. وبعدين يأتي دور الفنان والفنانة. صدق أو لا تصدق أن الفنان يغني في العرس ب5,000 دولار. 5,000 دولار تزود بها 4 من الشباب. ومع الفنان فرقة رقص. الناس كانوا يروحوا العرس يرقصوا، الآن يدي لك فرقة ترقص ويدفع لها مبلغ وقدره، خلاف الزفة التي تغنى خصيصا للعريس والعروسة بأسمائهم. أما العروسة فتبدأ مراسمها بيوم توديع العزوبية، يوم لحاله، وبعدين يوم الصبي ويوم الفرعوني ويوم التركي ويوم الصنعاني ويوم الدروع ويوم الذهب ويوم الفل، وبشركم بشارة قد معانا يوم الفرنسي. ثم يأتي العرس، ثم يوم الرابع، وكل يوم له فستان وديكور خاص وفعاليات خاصة. وطبعا هذه الأيام مش موجودة بأي بلد آخر، لا عربي ولا أجنبي، إلا في اليمن. وليت الأمور توقفت عند هذا الحد، فما زالت الاختراعات مستمرة والناس تموت من الجوع، ونصف الشعب أو أكثر تحت خط الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، وأنتم ترجموه على أشياء تافهة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من فعلها إلى يوم القيامة. صحيح أنها فرحة العمر، وصدقوا إذا سموها فرحة العمر، لأنه ما بعدها إلا الهم والهرم. ومن حقك تفرح، لكن تستطيع أن تصنع الفرحة من أشياء بسيطة. مثلا بدل ما تجيب فنان أو فنانة أو فرقة، خذ لك ذاكرة ب1500 ريال وحمل 100 أغنية من النت. يا أخي، يا أختي، أمي، أمك، جدتي وجدتك كانوا يشلوهن من الشارع يلبسوهن زنة ومصون، وعاشين 60-70 سنة لما يموتين هم مزوجات. وإحنا عندنا ما توفي السنة إلا وهي مطلقة. الفقير مدرج على قدر فراشه. والله سبحانه وتعالى يكره ويبغض العائل المتكبر، وهو الفقير الذي يحمل نفسه فوق طاقتها. والغني لا يدبر ولا يسرف فتزول النعمة أو تتبدل إلى نقمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد كل عريس وعروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.